اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد، وصفة جديدة. هنعمل النهاردة لحمة بالبصل، تعجبكم قوي. جربوها. انا شطفت اللحمة، يعني قطعتها، جايبها، قلت للجزار عايزاها لحمة ببصل، فهو قطع لي مكعبات حلوة، مش صغيرة ومش كبيرة. شطفتها وبعد كده صفيتها في مصفى، وهجيب حلة سخنها قوي وانزل فيها باللحمة. اهم حاجة تكون الحلة سخنة جدا، علشان اول ما اللحمة تنزل ما تجيبش مية. تمام، يعني ايه، تاخد صدمة. هبدأ اقلب فيها. هلاقيها طلعت من الحلة، هقلبها لازقة، هتسيبيها لحد ما هي تفك لوحدها. هشوحها بقى كده في السمنة او في الزبدة او شوية زيت، اي حاجة اللي عندك. وبعد بقى ما شوحتها كده وخدت صدمة، هنزل عليها بكوباية مية كبيرة مغلية، وهقلبها واسيبها على نار متوسطة تستوي في الكوباية المية ديت لحد ما تشرب كل المية. تمام. هلاقيها عايزة مية تاني، هروح غالية كوباية مية كمان وحطاها. لازم تحطي مية مغلية مش مية ساقعة، علشان ما ينفعش نحط على اللحوم مية ساقعة، غلط. خلاص، بعد بقى ما شربت كوباية المية التانية، حطيت لها بقى كده، لقيتها كده ما استوتش. عرفت ازاي وانا صايمه انها ما استوتش؟ بجيب شوكه بغرزها في اللحمه، لو دخلت معايا بسهوله يبقى هي كده استوت. ما دخلتش بسهوله يبقى هي لسه عايزه ميه تاني. خلاص، هنزل بقى عليها بكميه بصل حلوه كتيره قوي، لان اسمها لحمه ببصل. تمام، مش هضيف اكتر من كده. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا. ولو انت اول مره بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس واختاروا الكل، عشان كل لما انزل فيديو جديد يوصل لكم. حطيت معلقه فلفل اسود صغيره ومكعب من المرقه. عندك بهارات لحمه حطي. وهو ده بقى شكلها بعد ما استوت. عملت جنبها رز ابيض، حلوه جدا. جربوها، ومع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.